بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا محمد نجم، وأنت بتتابع كورس الأساسيات من برنامج احتراف التجارة والتسويق الرقمي. قبل ما نتوكل على الله وندخل في الشغل الفني بتاعنا، كل الدروس اللي فاتت أنا كان ليا هدف واحد فقط لا غير، ألا وهو توضيح أنت مقبل على تعلم إيه بالظبط. تمام. لم نذكر كل المميزات ولا كل العيوب، لكن ما ذكر كافي. كافي انه يوضح لك انت مقدم على تعلم ايه بالظبط، والقرار الاول والاخير ليك. ماشي. ان شاء الله باذن الله بدايه من النهارده هنبدا الشغل التقني بتاعنا. نتوكل على الله وندخل في صلب الموضوع. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. خريطه رحله العميل ورحله العميل مصطلحات ممكن تكون سمعتها بشكل او باخر. تمام. ممكن تكون احتكيت بيها، بس ما دام دخلت مجال الديجيتال ماركتنج هتتعامل معاهم بصفه يوميه. في بقى مجموعه اسئله محتاجه اجابه. ماشي. في مجموعة أسئلة محتاجة أجابة. رحلة العميل وخريطة رحلة العميل عبارة عن إيه؟ طب هما ولا في فروق بينهم؟ طب معرفتي بيهم واستخدامي الجيد ليهم هيفرق بيني وبين أي مسوق تاني؟ يعني هيكون حاجة في ميزاني؟ طيب، كل الكلام ده هنعرفه. بص يا اخوانا، استراتيجية التسويق الرقمي لو انت بتشتغل في شركة كبيرة مش انت اللي هتعملها، اللي هيعملها المدير بتاعك او سيستم التسويق كله. انت هتشترك معاهم بشكل او باخر. لكن لو بتتعامل مع عميل مثلا بسيط، مطعم، محل، حد لسه مبتدئ في المجال، فانت اللي هتعمل الشغل كله من الالف للياء. ماشي. فلازم تكون فاهم ان استراتيجية التسويق الرقمي الناجحة بتبدأ بمعرفة عملائك، دي اول خطوة فيها. تمام. برضو يعني ايه الكلام ده؟ تعال معايا، احنا مبدأنا ان احنا بنفهم، نستوعب، وبعدين نطبق. ماشي. ممكن الغالبية العظمى من الناس بتظن ان استراتيجية التسويق الرقمي الناجحة هدفها حوالين مصلحة الشركة، يعني زيادة مبيعات، عملاء جدد، ازاي ننمي التواجد بتاعنا على السوشيال، ازاي نرفع الريت بتاعنا على على جوجل. ماشي. طيب لو فكرنا كده، مين من اصحاب الشركات او احنا نفسنا مين مش هدفه انه يزود المبيعات او يجيب فلوس؟ تمام. مين مش بهدفه انه يجذب عملاء جدد؟ مين مش في دماغه ان هو يأسس براند؟ الجميع. صح ولا انا غلطان؟ لكن الاسلوب والوسيلة اللي حضرتك بتستخدمها عشان توصل لهدفك هي اللي بتفرق بينك وبين شركة تانية. في شركة بتبيع، العميل راضي مش راضي مش فارقة معانا كتير، مش شايلنا المنتج، خلصت. في شركة تانية العميل بيجي في المقام الأول والبيع جاي جاي، ما تقلقش. تمام. وهو ده اللي بيفرق بينك وبين أي حد تاني. طيب تعالى كده نشوف، ركز في العرض اللي هيظهر قدامك. تمام. أنا هعلق معاكم بس عشان تستوعبوا. العميل دوت، تمام، عايز برنامج محاسبي يكون سعره معقول. تمام. حد من الطقم اللي عنده يشتغل عليه بسهولة، مش محتاج حد متخصص في الكمبيوتر. تمام. المندوب الاولاني انا عايز اشيله نسخة من البرنامج باي شكل، مش فارقة، بيفكر ازاي يبيع له. مهم مش مهم ما تفرقش. العميل التاني شاف المشاكل وبيحاول يلاقي لها حلول. السعر غالي، واخد بالك، هعمل لك نظام تقسيط. البرنامج معقد بالنسبة لك، هعمل لك دورات تدريبية أدرب لك فيها الناس كلها، وهعمل لك دعم فني مفتوح. تمام. انت بقى لو مكان العميل ده هتتعامل مع مين فيهم؟ ركز ورد. بص يا اخوانا، استراتيجية التسويق الرقمي الناجحة هي اللي بتدور حوالين شيء واحد فقط، ما يعرف بالبين بوينتس. من غير بقى ما ندخل في كلام مقعر ولا مصطلحات فنية معقدة. البين بوينتس دي اللي هي مشاكل العميل في الآخر. انت بتحاول تقدم حل لمشكلة العميل على شكل منتج. برضو يعني ايه الكلام اللي انت قلته دوت؟ بص يا سيدي، انا هحاول اخلي لك العرض ده شغال عشان ما تتوهش مني. ماشي. شفنا العرض اللي فات، المندوب الاولاني او صاحب المنتج عايز حاجة واحدة بس، مش محتاج ان انا افسر بقى، واخد بالك. انا عايز اشيله نسخة من البرنامج باي شكل، سهلة صعبة مش مهم، المهم يدفع. والنتيجة معروفة مسبقا، مشاكل وقلق تيت الى اخر الليستة. المندوب التاني شاف المشاكل بتاعة العميل فين وحاول يلاقي لها حلول.
واخدين بالكم؟ انت بقى لو مكان العميل هتتعامل مع مين؟ فكر وبعدين رد. فهمنا بقى يعني ايه ان الاستراتيجية الناجحة هي اللي بتعرف عاملها محتاج ايه وايه المشاكل اللي عنده وبتقوم بحلها. طيب، برضو ممكن تكون الامور مش واضحة معاك، تعالى كده ناخد مثال نفهم منه الكلام ده. بص يا سيدي، تعالى كده نتخيل انك انت قاعد مع واحد زميلك عايز تطبيق معين بيوفر لك مثلا عربيات نقل، بيوفر لك اخبار ايا كان. تمام. واحد من زمايلك قال لك انا عندي تطبيق ممتاز جدا، التطبيق سين. تعالى كده نفكر في رحلتك مع التطبيق دوت من اول ما لقيته لحد ما اشتريته. تمام. ونحط اسئله وندور لها على اجابه. ازاي لقيت المنتج ده لاول مره؟ هل انت اللي وصلت له ولا في حد وصلك بيه؟ طيب لو كان عندك سؤال بعد ما نزلت التطبيق، لو كان عندك سؤال عرفت الإجابة منين؟ هل دخلت على قريت المراجعات الريفيوهات بتاعت الناس ولا سألت زميلك اللي وصلك بالتطبيق؟ طيب مين اللي أقنعك؟ التعليقات الإيجابية اللي موجودة على الموقع هي اللي أقنعتك باستخدام المنتج ولا استخدامك ليه أو الشخص اللي وصلك بيه؟ ماشي؟ طيب بعد ما استخدمت التطبيق ده هل مشكلتك اتحلت؟ هل التطبيق قدر يحقق لك هدفك؟ طب بعد الاستخدام لقيت التطبيق كويس، ايه اللي خلاك توصي بيه لناس تانية؟ شفتوا بقى إجابة الأسئلة دي كلها؟ ده اسمه المسار اللي حضرتك أخذته من بداية التوصية، الحصول على إجابات، المشاكل اللي قابلتك، تواصلك مع الدعم الفني لحد عملية الشراء النهائية. ده ما يعرف عندنا إحنا معشر المسويين برحلة العميل. يعني إجابة الأسئلة اللي فاتت دي اسمها رحلة العميل. اتفقنا؟ طيب قبل ما نكمل، فاكرين في بداية أول حصة قلت لك المسوق اللي فاهم سعره غالي قوي في السوق؟ ليه؟ عشان الكلام ده. تمام. اللي فاهم الكلام اللي فات دايما بيكون سابق عميله بخطوة، عارف عميله رايح على فين، بيكون منتظره في المكان المناسب في الوقت المناسب بالحلول، واخد بالك، بالحلول اللي تحقق له هدفه. ماشي. طيب الكلام اللي قلته ده ممتاز، برضو الأمور مش واضحة، محتاجين مثال عملي على كل اللي فات. طيب أنا هديك مثال بس من رأيي نخلي المثال ده إن شاء الله للدرس اللي جاي على خير، علشان المعلومات اللي فاتت ما تبقاش دسمة عليك وتستوعبها. ليه رجاء بسيط من فضلك، اسمع الدرس مرة واتنين وتلاتة، سواء انت معانا في الجروب او على اليوتيوب. اسمع الدرس مرة واتنين وتلاتة، في كل مرة هتظهر لك معلومة كانت تايهة منك. ماشي. سمعت الدرس كويس، استوعبته تمام، هتكون جاهز للخطوة اللي جاية. تمام. وتدخل على جروب الواتس بالليل ان شاء الله، هنتناقش مع بعض في امور تانية وهتلاقيني جايب لك امثلة عملية حية. اتفقنا؟ طيب متهيألي كده كفاية النهاردة عشان الدرس يكون خفيف، وان شاء الله نكمل الدرس اللي جاي، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.